ازيكم عاملين ايه؟ اكيد بعد العيد بقى محتاجين نخس شوية. بس لازم نخس بهدوء من غير ما نتعب من غير ما نجوع. عندي بقى مشروب حلو قوي بعمله بالليل، لازم اشربه بالليل. الكمون بالليمون بيجي باكت كده، او بيبقى ممكن تستعملوا البهارات العادية اللي عندنا والليمون اللي عندنا. لكن ده بيبقى اسهل شوية. بحط الباكت عليه مية سخنة، وبحط طرف المعلقة شطة، كأنك بتشربي حمص الشام بالظبط. وبيريح المعدة وبيخسس من غير جوع ولا تعب. بس طبعا ايه، لازم نوازن بقى في الاكل شوية، خلاص بعد رمضان والعيد نحاول نهدي بقى شوية كده. نبعد شوية، نقلل النشويات، ما ناخدش طبعا يعني عيش كتير ولا رز كتير، بس لازم ناخد مثلا نسبة صغيرة يعني مش كبيرة. بس في الاخر هتدينا نتيجة حلوة قوي وبهدوء، ومن غير ما اقلل اكل بزيادة او اجوع او احس ان انا تعبان او مرهق او حاجة كده. وبعدين فوائد الكمون والليمون ما فيش احسن منها. هحط لكم برضو في الوصف ان فوائد الكمون والليمون وكمان ناس كتير قوي بتنصح بيها.